عشان توقف قطر بيمشي بسرعته القصوى وتقدر تسرق منه الملايين اللي محطوطة جواه، كان لابد من وضع خطة محكمة وجبارة. جريمتنا النهاردة اللي هنتكلم عنها اتحولت إلى وحدة قياس بيتقاس بيها الجرائم التانية، وقصتنا النهاردة عن سرقة القطار الكبرى. قضية سرقتنا عدى عليها أكتر من 60 سنة، وفي سرقتنا الحرامية تم سرقتهم بطريقة أسطورية. قدروا يسرقوا 47 مليون جنيه استرليني بقيمة النهاردة، يعني ما يوازي بالدولار 65 مليون دولار. الفلوس كانوا محطوطين في اكياس جوه القطر، والقطر اللي بنتكلم عنه هو قطر تابع لهيئة البريد البريطانية. ومن كتر براعة السرقة والرقم المسروق اتعمل من سرقتنا النهاردة أفلام وكتب وقصص وروايات كتير. وكالعادة عشان نعرف الحكاية يبقى نرجع من البداية. في يوم 8 أغسطس لسنة 1963 وبالتحديد الساعة 3 الفجر، كان قطار رويال ميل بيقوم برحلته الاعتيادية من منطقة جلاسكو إلى محطة قطار لندن. وقطر رحلتنا زي ما قلنا هو قطر بريدي تابع لهيئة البريد البريطانية، وسائقين القطر هم المهندس جاك ميل ومساعد المهندس ديفيد ويدبي. والقطر قبل ما يتحرك عمال هيئة البريد كانوا بيحطوا الطرود وبيرصوها وينظموا المنقولات جوه عربيات القطر. وكان من ضمن المنقولات اللي بينقلها قطار هيئة البريد احيانا كان بينقل ايداعات ضخمة من بعض البنوك، وكان بيتم ارسالها لفروع البنك بس في ولايات تانية. لكن حمولة قطرنا النهاردة كان بيتنقل فيها فلوس اكتر من اي مرة، وده كان بسبب اجازة عطلة شهر 8. نرجع لرحلة القطر. من الطبيعي ان رحلات القطر دي ما بيكونش فيها حراسة مشددة، وده كان بسبب ان القطورة دي بتقوم بالرحلة من سنين طويلة وما تعرضتش في مرة لخطر او حادث. لكن عصابة قصتنا النهاردة قدرت تغير الواقع والمفهوم. الخطة اللي حطها العصابة كانت خطة عبقرية، اختاروا فيها مكان معزول وقدروا يقطعوا القطر من اي اتصال خارجي. بس كان اكتر تحدي بيواجههم انهم ازاي هيوقفوا قطر ماشي بسرعته القصوى. تعالوا ندخل في الحكاية وانت هتفهم من تفاصيل خطة السرقة الكبرى. قطر البريد كان مسافر في رحلته الروتينية، ومرة واحدة يلاقي إشارة حمراء، واللي معناها في قانون سكك الحديد إن القطر لازم يقف وما يتحركش. اتحرك ساعتها المهندس المساعد ديفيد ويدبي عشان يتحقق من الإشارة وإن ليه القطر واقف، عشان يتفاجئ لما قرب من الإشارة إن في جوانتي جلد شفاف محطوط على الإشارة، وكان متوصل فيه بطارية بلمبة بتنور نور أحمر. أو معنى أصح الحرامية حطوا كيس شفاف على الإشارة اللي لونها أخضر ونوروها بلمبة خارجية باللون الأحمر، فبالتالي سائق القطر شاف إن الإشارة حمراء، ومن هنا وقف القطر عشان يعرف ايه المشكله. المهم اول ما وصل المهندس المساعد عند لمبه الاشاره الحمراء واتفاجئ باللي موجود هناك، مره واحده ظهر له حد من الضلمه وقال له لو اتكلمت هقتلك. ومفيش لحظات ويظهر اكتر من شخص مقنع مع الراجل الاولاني. كان ساعتها المهندس جاك ميلز قاعد في مقطوره القطر الرئيسيه ومستني مساعد المهندس اللي معاه يرجع له. ومره واحده والمهندس قاعد لقى دخل عليه اشخاص ملثمين، ومره واحده ضربوه على دماغه. المهندس جاك ميلز ساعتها فقد الوعي ووقع على الارض. ومن هنا بدات سرقه القطر، وبدات اشهر عمليه سطو في تاريخ لندن. بعد السيطره على مقطوره القطر الرئيسيه، العصابه فصلت اول عربيتين من القطر اللي كان بيتكون من 12 عربيه. العصابه كانت ماشيه في خطتها تمام، سرقوا القطر، استولوا عليه، فصلوا اول عربيتين اللي هم الملصقين للمقطوره عن باقي عربيات القطر. المشكله اللي جايه تكمن ان مفيش حد فيهم بيعرف يسوق القطر، لكن الشخص اللي من ضمن افراد العصابه اللي كانت مهمته انه يسوق القطر ما قدرش يعمل حاجه، لانه شاف ان قطر البريد اكتر تعقيد من القطارات اللي هو يعرفها. وعشان يطلعوا من المشكله دي حاولوا يفوقوا مهندس القطر ويرجعوه تاني لوعيه. وفعلا العصابه نجحت انهم يفوقوا المهندس جاك ميلز ورجعوه تحت التهديد انه يسوق القطر ويتحرك بيه. قالوا له انت هتمشي بالقطر لمسافة نص ميل لحد ما تاخدنا لمحطة بريدج اللي موجودة في مدينة ليدبورن. أول ما القطر وصل لمحطة بريدج ظهر أفراد جديدة من العصابة كانت مستنية القطر على الرصيف، والأفراد التانيين من العصابة كان معاهم المعدات والآلات اللي هيفتحوا بيها بيبان عربيات القطر. ومن هنا نجحت العصابة في فتح باب عربية القطر وقدروا يدخلوا جواه ويسرقوا أكتر من 120 كيس مليان بالفلوس. وبسرعة عملوا سلسلة بشرية من أول باب عربية القطر إلى باب عربياتهم اللي كانت واقفة بره محطة القطار، واللي كانت عبارة عن 3 عربيات، عربية شاحنة كبيرة بتشبه شاحنات الجيش، وعربيتين التانيين من ماركة رينج روفر. أفراد العصابة بسرعة كبيرة قدروا ينقلوا 120 كيس فلوس من القطر لعربياتهم. وزي ما قلنا القطر المرة دي كان محمل بفلوس
على غير العادة، وده كان بسبب بداية عطلة شهر 8 وكمان كان نهاية عطلة الأسبوع وعطلة البنوك، وده الشيء اللي أدى لتراكم البريد والأظرف والأكياس اللي مليانة فلوس. وكانت العصابة اللي كانت مكونة من 15 فرد كانوا عارفين إنهم لو نجحوا في تنفيذ سرقتهم هتكون سرقتهم مربحة جدا. وبعد أقل من نص ساعة من توقف القطر قدرت تسرق العصابة المجسمة تقريبا 3 مليون جنيه استرليني، اللي بيعادل قيمتهم دلوقتي 47 مليون جنيه استرليني او 65 مليون دولار. نرجع لمحطة القطر الأولى اللي توقف فيها القطر عشان شاف الإشارة الحمراء. كان في حارس أمن بيتمشى في المكان وشاف عربيات القطر اللي واقفة، ولما وصل لأول عربية اكتشف إن مفيش مقطورة للقطر، واللي عليه اتصل بسرعة بالشرطة عشان الشرطة تتفاجئ بسرقة قطر البريد في حادثة هي الأولى من نوعها. الرأس المدبر للعصابة هو شخص اسمه مارتن فيدو، وبصراحة يستحق مارتن فيدو اللص المحترف على 3 مكافآت: المكافأة العقلية في التخطيط وتحديد مسار العملية، والمكافأة الثانية هي الجرأة والاقتحام وانه يفكر من الاساس انه يسرق قطر، والمكافأة الثالثة هي المراهنة على المبلغ الكبير اللي وعدهم انهم هيفوزوا بيه لو فعلا نفذوا خطته زي ما بيقول. وفي منتهى الذكاء خطته ابتدت بانهم فضلوا ماشيين بعربياتهم جنب القطر لاكتر من ساعة، وفضلوا ماشيين لحد المكان اللي هيستنوا فيه القطر، وانتظروا لحد ما وصل القطر وعملوا خدعتهم واقتحموه، واخيرا سرقوا قرابة 3 مليون جنيه استرليني، الامر اللي خد منهم يوم كامل عشان يقدروا يعدوا الفلوس اللي معاهم. ورغم ان العصابة مكونة من فريق كله من فرق العصابات الا انهم ذهلوا من حجم المبلغ اللي سرقوه، وبعد الحسبة طلع لكل واحد فيهم قرابة 5 مليون دولار بحسبة دلوقتي. وقتها الصحافة والرأي العام ما كانوش مصدقين اللي حصل وان ممكن تتم سرقة قطر محمل بفلوس. بدأت السلطات ساعتها في التحقيق وكانت الامور صعبة جدا جدا في بدء الأمر، واللي بدت للشرطة إن سرقة القطر الكبيرة جريمة تقريبا مستحيلة الكشف عنها. العصابة اللي نفذت العملية كانوا كلهم ملثمين ولابسين أقنعة على وشهم، وتقريبا ما فيش أي شهود عليهم ولا في أي حد شافهم، حتى سواقين القطر اللي شافوهم ما يعرفوش حاجة عن ملامحهم. والدليل الوحيد اللي قدروا يوصلوا له رجال الشرطة هو كلام سواقين القطر اللي قالوا للشرطة إن العصابة قالت لهم ما يتصلوش بالشرطة إلا بعد 30 دقيقة من هروبهم. الكلام ده خلى الشرطة تخمن إن الحرامية أكيد ما بعدوش بعيد، وإن أكيد ليهم مخبأ في مكان ما قرب مسرح الجريمة. ومن بعدها ابتدت السلطات في مسح والبحث في كل الأحياء القريبة من مكان السرقة، وحاولت تستعين بالملفات الخاصة بالمجرمين اللي ليهم خبرة في السرقات اللي شبه دي، وفضلوا يراقبوا بيوت الناس المشبوهة او المشتبه فيها في تورطهم في السرقه. لكن كل ده ما اداش لشيء ومفيش اي نتيجه تذكر. رجعت السلطات تاني لنقطه الصفر، وكانت اول خطوه ليهم هو تحليل موقع الجريمه بناء على شهود العيان. فريق البحث كان واثق ان اللي قام بالجريمه هو شخص عنده معرفه كبيره جدا بصناعه البريد، وعنده معلومه بحجم الفلوس اللي هتكون موجوده جوه القطر، يعني اللي مخطط عارف امتى القطر هيتحرك واي عربيه اللي هتكون موجود فيها الفلوس، وكمان عارفين ان الحمايه على القطر بسيطة، وكمان المكان المناسب اللي وقفوا فيه القطر عشان يعزلوه عن أي وسيلة اتصال. ولما كانت الشرطة شغالة على النظرية بتاعتهم ظهرت ليهم معلومة مهمة. بعد كام يوم من الجريمة اتصل واحد صاحب مزرعة مواشي كان بيبعد تقريبا 20 ميل أو 30 كيلو متر عن مسرح الجريمة، قال إنه بيشك في مزرعة ليدزليد القريبة منه، وقال للشرطة إنه شاف ناس بتدخل للمزرعة دي في أوقات متأخرة دايما من الليل. استجابت الشرطة ساعتها للمعلومة اللي جات لهم، وبسرعة قاموا بمهاجمة المزرعة وتفتيشها، واللي اتفاجئوا بأدلة كبيرة جدا داخل المزرعة. لقوا أكتر من 20 كيس من أكياس الفلوس اللي اتسرقت من القطر، وكمان لقوا العربيات المستخدمة في السرقة كانت موجودة في جنينة المزرعة ومتغطية، وكمان لقوا هدوم نوم وبقايا أكل. ورغم إن الحرامية مسحت كل بصماتهم من أي مكان داخل المزرعة، إلا إن الشرطة قدرت تستخرج بصمات ليهم من لعبة المونوبولي وإزازة كاتشب. ولعبة المونوبولي هي لعبة كده بتشبه لعبة بنك الحظ عندنا. ومع الأدلة العظيمة اللي وصلت إليها الشرطة واللي هتقدر من خلالها توصل لأفراد العصابة وتوقعهم واحد ورا التاني، إلا أن الشرطة قبضت على اول واحد فيهم مش بسبب الادله. اول شخص اتقبض عليه في سرقتنا كان شخص اسمه روجر كوردري، هو كان شخص شغال في محل البيع الورود، وده اتقبض عليه بسبب ان مالكه المحل روجر قدم ليها ايجار 3 شهور مقدم، ولما جه يديها الفلوس طلع الفلوس من وسط فلوس كتير هو شايلها اللي عليه شكت الست فيه، واتصلت بسرعه بالشرطه. وللعلم وقتها كانت قضيه سرقه القطر كانت قضية مشهورة جدا. بعد ما قبضت الشرطة على روجر قدرت تضغط عليه، وبسبب الضغط الكبير روجر اعترف على 12 من اللي كانوا معاه في العملية. وبعدها قدرت الشرطة
تقبض على 12 شخص، واللي هم جوردن جودي وتشارلي ويلسون وروي جيمس وجون دالي وبراين فيلد وليناردو فيلد وجون ويتر وروني بيجز وتومي ويسبي وجيم هاسي وويليام بول وبوب ويلز. دول كده اسامي ال 12 اللي اتمسكوا. وبعد سنه من سرقه القطر الكبيره، وفي سنه 1964، وبعد القبض على ال 12 فرد، اتحكم عليهم ما عدا 5 منهم بعقوبه 30 سنه سجن. وقدرت الشرطه ترجع 300 ألف جنيه استرليني من اصل مبلغ 2 مليون و700 ألف استرليني. بعد الحكم على أفراد العصابة واللي اعتبروها أحكام قاسية جدا عليهم، قدر يهرب تشارلز ويلسون وروني بيجز من السجن، وقدروا ساعتها يهربوا لكندا. لكن للأسف تم تحديد مكانهم والقبض عليهم تاني وترحيلهم للندن. ومفيش سنة من بعد عملية الهروب وقدر يهرب تاني روني بيجز، والكلام ده كان في سنة 1965 عن طريق انه اتسلق سور السجن ونط من فوقيه، وهرب ساعتها لفرنسا، ومن فرنسا طلع على استراليا، ومن استراليا اخيرا استقر في البرازيل. وقدر يهرب روني من سنة 1965 لحد سنة 2001، وساعتها هو اللي رجع بنفسه لانجلترا عشان كان تعبان وعايز يتعالج، وكان عارف انه اول ما هيوصل انجلترا هيتم اعتقاله. وبالفعل روني اول ما وصل لانجلترا تم اعتقاله وسجنه، وما عملوش اعتبار لسوء حالته الصحيه. هو انا مش عارف ليه متعاطف مع المجرمين. في تفاصيل كتير في القضيه انا ما قلتهاش، وده لضيق الوقت والمشغوليات حاولت اختصرها على قد ما اقدر، لكن في المستقبل اوعدكم ان هعيد نشر القصه بكل تفاصيلها الشيقه. تعالوا نيجي لاخر جزء في حكايتنا، واخر جزئنا هو الختام المأساوي لكل واحد شارك في السرقة المشؤومة دي. بعد الجريمة والسجن والسنين الكتير اللي عدت، انتحر أول واحد فيهم ادوارد، وده انتحر في التسعينات. وتشارلز ويلسون مات مقتول بالرصاص. وبراين فيلد مات في حادثة عربية هو ومراته وعياله. حتى سواقين القطر المهندس جاك ميلز ومساعد المهندس ديفيد ويتبي، واللي ما كانش ليهم اصلا في السرقه، جاك ميلز بسبب الخبطه اللي خدها على دماغه للاسف عملت له ارتجاج في المخ، وفضل عايش طول حياته بصداع مزمن لحد ما مات في سنه 1970. والمساعد بتاعه ديفيد مات بأزمة قلبية وهو في عمر ال 34 سنة. وبالرغم ان اكبر عملية سرقة قطر في العالم اللي قدرت تجمع شوية عدد كبير من اللصوص ونفذوا عملية سطو منظمة للغاية، الا ان كل اللي شاركوا في عملية السرقة من قريب او من بعيد ماتوا كلهم موتات غريبة، كأن الفلوس اللي سرقوها فيها لعنة او تعويذة، عشان في الاخر نقدر نوصل لحقيقة الأمر وحقيقة الحياة اللي احنا عايشينها، إن مهما كان إن الحلال بسيط وممكن مش هتعيش منه الحياة الجميلة اللي انت بتتمناها، لكن هتعيش في أهم شيء، إنك مرتاح البال. وفي الآخر كل الكلام اتقال في الحلقة ده مش كلامي، ده كلام المصادر والمقالات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وأنا بحاول أجمع لك الموضوع بشكل مبسط عشان يوصل لك بشكل سهل. وأتمنى لو الحلقة عجبتك إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك أي إشعار بأي فيديو جديد. ودي حلقات أنا مختارها لكم وانا واثق انها هتعجبكم. وفي النهاية اقول لكم انتظروني في حلقات تانية كتير، وكان معاكم احمد.